السلام عليكم. لو زهقتوا من الرز والمكرونة تعالوا بينا نعمل ألذ ساندوتش محشي فراخ وميكس من الجبن والزيتون. وكمان هنعمل الساندوتش من البداية حتى النهاية، هنعمل العجينة والحشوات وكله مع بعض. يلا بينا على الطريقة. أنا عندي هنا في بولة هنزل بمعلقتين كبار من السكر، عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الخميرة. هقلب المكونات مع بعض وهنزل عليهم ب2 كوب من الدقيق، وبنفس الكوب المعياري هنزل عليهم ب2 كوب من الماء الدافي. هقلب المكونات مع بعض. اول ما توصل معايا بالشكل ده اغطيها لمدة 10 دقايق. هنا بعد 10 دقايق بدأت تعمل فقاقيع بابلز كده، انزل عليها بنص كوب من الزيت وعليهم معلقتين كبار من اللبن الباودر و3 اكواب من الدقيق. هقلب المكونات مع بعض، وفي الخطوة دي هبتدي اعجن بايدي. هنا نوعية الدقيق بتختلف من نوع لاخر. العجينة طبعا هتبقى ملزقة معايا، هزود لها شوية دقيق بشوية مش كتير. ابتدي اعجن. هنا بصوا لزقت معايا ازاي. هضيف بقى كمية الدقيق حسب ما العجينة تعوز، شوية بشوية. ولنجاح العجينة طبعا هتكون بتلزق معايا خفيف. هنا كانت جاهزة معايا. ابتدي اجيب قطعة افردها بالنشابة بالشكل ده، بسمك متوسط، ما يكونش رفيع قوي ولا تخين قوي. هنا بقت جاهزة معايا. هنزل عليها بفراخ انا كنت معصجاها. الحشوات دي حسب رغبتكم تماما، اي حاجة بتحبوها ضيفوها. انا هنا نزلت بالفراخ وعليها الفلفل وعليها الزيتون وميكس جبن. انا هنا استخدمت الجبن موتزاريلا ورومي. هنا خلاص كانت الحشوة جاهزة معايا. ابتدي بقى اقفل الساندوتش بالشكل ده. ولو حسيت ان في حتة مفتوحة ممكن ابتدي اظبطها بالشكل ده. وكده كان جاهز معايا. هحطها في صينية غير ملتصقة. هضيف بقى حبة البركة والسمسم. انا عملت نوعين، عملت واحد بحبة البركة والسمسم وعملت من غير حبة بركة وسمسم. ادخله على فرن ساخن وطلع معايا بالشكل القمر ده. مش قادره اوصف لكم قد ايه كان الطعم حكايه وريحته كانت قلب البيت حرفيا. عجب كل اللي كان منه. جربيه وهيعجبك، وان شاء الله وصفه ناجحه ومعتمده. اتمنى من كل قلبي الوصفه تكون عجبتكم. يلا جربوها وقولوا لي ايه رايكم.